ألف مبروك. نقاط ثلاثة من للغاية، صدارة المجموعة. اكيد نقاط ثمينه، خصوصا الموقف اللي كنا فيه حنا من قبل المقابله، لانه حنا في واحد الموقف اللي صعب. علينا كان اننا ننتصروا، علينا اننا ما نهزموش، وفي مقابله اللي طيحتنا ضد واحد المنتخب اللي قوي، منتخب يكفي نقول عليه بانه مؤهل لكاس العالم، هذا يكفي. كذلك منتخب اللي كيضم لاعبين اللي مجربين، ولاعبين اللي بواحد المستوى كبير، وواحد التقنيات وواحد القوة بدنية هائلة، وبتنظيم يعني دفاعي وهجومي كبير اللي جعلت أنه يعني السنوات اللي هما مع بعضهم. كاين كذلك واحد استقرار في الجانب التدريبي ديالهم، عندهم مدرب محنك كذلك. فما كانش الامور بالنسبه لنا سهله، حنا كتعرفوا فريق يلاه كيبداو يلعبوا بعضياتهم، كاين لاعبين اللي في المقابله الاولى او المقابله ديالهم لعبوا بعضياتهم، المقابله الثانيه كان داك الطرد اللي صعب لنا الامور. مي كانت بالنسبه لنا يعني نجهزوا لهذه المقابله بواحد العزيمه كبيره، بواحد الاصرار كبير، بواحد الثقه كبيره، وكذلك اننا نستمتعوا بالمقابله. وكنظن على ان اللاعبين يعني شفنا واحد الروح كبيره، شفنا منتخب اللي باغي يدافع على الالوان ديال القميص وعارف القيمه ديال داك لو درابو اللي لابس، وشفنا واحد التنظيم كبير لا من الناحيه الدفاعيه ولا الهجوميه. كنشكر هاد اللاعبين بالاحرى هاد الرجال على هذه المقابله اللي عملوا، وسعيد بثلاث نقاط بكل صراحه. كابتن، انتهى الآن الدور الأول، كيف تقيم أداء المنتخب المغربي بالمجمل، وهل أنت راضي عن الأداء؟ فاش نقول لك يعني اكيد انني راضي، ما يمكنش ما نكونش راضي. مي اكيد في نفس الوقت بان كل منتخب كيف ما بغى يكون الحجم ديالو والكبر ديالو ديما عنده اشياء اللي كتظهر من مقابله لمقابله اللي تيخدم عليها. هذه الاشياء اللي درناها في المقابله الاولى ودرناها في المقابله الثانيه، مشينا بها المقابله الثالثه ونمشيو بها كذلك المقابلات اللي جايين ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنى من الله تبقى حتى الفينال واللقب ان شاء الله. مي اللي اكيد هو ان كذلك خصنا ناخذوا بعين الاعتبار يعني الا كان شي فريق مثلا كيكون في شي يوم من الايام اقل يعني في الطريقه ديال التعامل ديالو داخل ارض الملعب، فخص التقييم يكون تقييم واقعي. فيعني المقابله الاولى حنا لعبنا من قوسين بلاعبين كثار اللي جاو متاخرين، جاو لاعبين كثار ومشكورين على المجهودات ديالهم اللي كيعملوا، لان جاو من المقابلات ديال الشامبيونز ليغ عندهم عياء كبير. مره واحده اخرى كيلعب في زامبيا، كاين اللي يلعب في تنزانيا، وجاو واضطرينا نلعبوا ندخلوا راسنا وحنا من قوسين. اكثر من هذا الشيء اللاعبين اللي تعطبوا لينا راه ما جايينش بالقوه ديالنا الكبيره. مليوي ما قدرناش نجيبوه معنا، مهري ما قدرناش نجيبوه معنا، بن شرقي تبليسه معنا حتى وصلنا لهنا، الهنوري تبليسه حتى وصلنا لهنا، اليوم كان منقوص معنا كذلك اللاعب ازارو. يعني في ظرف هذه الامور هذه اللاعب حمد الله اللي كذلك خدا طرد. يعني المقابله الثانيه كذلك كانت ظروف خاصه، وهذه المقابله كنظن ان الحمد لله بقينا تايقين في النظره ديالنا، بقينا تايقين في اللاعبين ديالنا. صرينا على اساس اننا نخرجوا منتصرين من هذه المقابله، والا ما قدرناش ننتصروا ما نهزموش. فمره اخرى مشكورين اللاعبين على القلب ديالهم والروح ديالهم، وكنشكر الجمهور الكريم اللي بكل صراحه عطانا واحد الدفعه قويه، واللي نقول لك عندنا اجمل جمهور في العالم. شكرا كابتن، بارك الله فيك.